يا صباح النشاط والخير والهنا على عيونكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا بقى النهارده صحيت بدري شويه عن كل يوم. قلت لازم اقوم بقى اعمل فطار حلو كده وننضف الشقه. هي نظيفه عموما بس ترتيب خفيف كده. الحاجه اللي بتبقى عايزه تترتب بس بتحط مكانها وترويقه خفيفه كده. فقلت بقى اصور معاكم النهارده فيديو من اول حاجه بعملها اول ما صحيت على طول لحد اخر اليوم نعيشه سوا كده. هنا كنت بعمل بقى، قلت ندخل المطبخ ونعمل فطار. طلعت لبن كان عندي في الفريزر، كنت عيناه في الازازه كده، يعني بعينه في ازاز صغيره كده في الفريزر. فطلعت الازازه هنا وولعت النار علشان اسخنه، وجبت بيض نفطر بيض النهارده. انا كنت بفطر النهارده لوحدي، فقلت بقى ايه لازم اصور الفطار ده. قولوا لي انتوا كمان بتحبوا تفطروا ايه؟ انا مش دايما بفطر بيض يعني، بس ساعات كده. مش بحبه قوي بس بيبقى فيه فايدة كبيرة، فلازم ناكله. هنا بقى كنت بقطع فلفل اخضر. لو انتي وصلت لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تحطي لي لايك وتكتبي لي كومنت حلو زي كده. حطيت بابريكا وفلفل اسمر وملح وفلفل وبصل مجفف، بس طعمه حلو قوي. البابريكا المدخنه دي جميله جدا، مش بتودي الاكل في حته تانية خالص. تحس انك يعني ده مش بيض طبيعي، لا ده بيض معمول على الفحم. بجد بيبقى طعمها حلو قوي، طعمها مختلف وحلو. بس هي انا مش جايباها من هنا،
اللي بتبقى في مصر انا مش عارفه، بس الانواع اللي انا جربتها ما كانتش حلوه. يعني دي انا كنت جايباها من الامارات، وبجيبها على طول، يعني كل ما بتخلص من عندي بخلي حد يجيبها لي. انما اللي هنا ما بتبقاش حلوه زي دي. اللي في الامارات يجرب البابريكا المدخنه. هو عموما اصلا كل البهارات هناك بتبقى جميله. وجايبه برضو البصل المجفف من هناك، بس البابريكا المدخنه فظيعه، لون وطعم وريحه وكل حاجه. وحطيت فلفل اسمر شويه صغيرين كده، وده رقاق طري انا اللي عاملاه. لو عايزين برضو طريقته قولولي. بس وعملت سندوتش حلو كده عشان نفطر فطار حلو. لازم كده لو مرة في الأسبوع حتى تعمليك فطار حلو كده وتروقي على نفسك، بتحسي انك مبسوطة بقية اليوم. انا بالنسبة لي كده انا حاسة ان انا عملت انجاز في يومي. انا مش عارفة. صاحية بدري عن كل يوم، هو مش بدري قوي يعني، بس بالنسبة لي بدري. و... واصحى اشوف ايه اللي ورايا واعمل فطار حلو واروق على نفسي، كوباية نسكافيه او كوباية شاي بلبن، بس وانسي بقى. حطيت بقى حتة مخلل كده. انا عندي املاح اصلا، والمخلل ده طول ما هو في البيت لازم اكل منه. عشان كده بحبش اجيبه كتير، يعني كل فين وفين كده عم بجيب مخلل او اعمل مخلل، علشان هو طول ما هو موجود انت هتاكلي منه، وكترته غلط. فبنحاول برضو نقلل خالص منه. هنا بقى حطيت الشاي واللبن، انا كنت مولعه عليه كان غلا. نعمل كوبايه شاي بلبن، ده اللبن. بس كده ناخد بقى الصينيه ونطلع نقعد بره. نحاول بقى نخلي التصوير حلو. بقدر الامكان بخلي بحاول ان انا اخلي التصوير يكون شكله حلو. وانتوا برضو قولوا لي رايكم، ولو في اي تعليق تكتبوا لي في كومنت. اي تعليق يعني على التصوير او الاضاءه او الصوت، اي حاجه اكتبوها لي وعرفوني. بجد فطار طعمه حلو جدا. لازم تخبطي على الكوبايه كده، لان ما خبطتيش على الكوبايه كده هيطلع طعمه مش حلو. معروفه يعني عندنا. تعالوا بقى افطروا معايا. هنا بقى نشغل قرآن كده. انا واخداكوا بصوا زي ما بعمل كل يوم بالظبط، يعني بالترتيب. بعد ما بفطر بنضف الشقة، بشغل قرآن، بحب اشغل سورة البقرة واسيبها تخلص طول اليوم في الشقة. شغل سورة البقرة، وكان في صوت جامد قوي في الشارع، فانا بحاول على قدر الامكان اقص لكم الحتت اللي بيبقى فيها ازعاج قوي. بس بشغل سورة البقرة كده واسيبها بقى لحد ما تخلص خالص. هي بتبقى
هتبقى ساعتين تخلص بقى مع نفسها كده، وانا ادخل اشوف ايه اللي ورايا. تبقى حاجة حلوة برضو انك تراجعي مع الشيخ وهو بيقرأ. هنا بقى كنت طلعت السمك ده علشان للغدا. حطيت عليه توم كده، ببشر عليه توم. انا بحب السمك ده قوي وبحبه يكون مقلي مع الرز وسلطة بس كده، هو مش محتاج حاجة تانية، هو بيبقى طعمه حلو. طبعا هو متنضف، انا منضفاه وكنت عيناه في الفريزر. حطيت شوية فلفل، وحطيت برضو بهارات السمك كانوا اخر شوية في البرطمان، وحطيت توم، وحط ليمون بقى، نعصر ليمونة كده. بس بتبله يعني زي ما بتتبلي بقى اي سمك، بتبله كده واحطه في التلاجة لحد وقت الغدا ما يجي اطلعه واقلي. بحطه في دقيق واقلي بس. خدته بقى وعنده في التلاجة. بعد كده قلت بقى ايه، نغسل المواعين بتاعة الفطار عشان ما نكركبش حاجة. حطيت الفوطة دي كده علشان اصفي عليها، وبدأت اللي انا اغسلهم. وهنا كنت خلصت المواعين بتاعة الفطار، ونضف بقى الحوض كده. وطبعا انا تبلت السمك وعينته في التلاجة كده، شطبنا الحوض. مساحة دي حلوة جدا، ما بستغناش عنها يعني. حتى انا كنت جايبة واحدة تانية وكسرت، دي انضف واحلى. بعد كده قلت بقى نعمل حاجة حلوة كمان. هعمل ام علي. ده جلاش كنت شارياه وكنت عيناه في الفريزر، طلعته يفك وحطيته على الفوطة كده. هو كان فك، بدأت اقصقصه كده حتت صغيرة. تمام. اعملوا بقى يعني، شوفوا الطريقة اللي انا هعملها ديت واعملوها وجربوها وقولوا رأيكم، جميلة جدا. بتقطعيها بقى حتت صغيرة كده. انا بحاول برضو اسرع الفيديو عشان الفيديو ما يبقاش طويل. تحطها بقى في الطاسة، وبعد ما بتقطعيها كده بتحطها في الطاسة وتحط عليها زيت او سمنة، بس الزيت احسن عشان تقرمش معاكي. ممكن بقى تدخليها الفرن، ترش عليها زيت وتدخلها الفرن، او تعمليها في الطاسة على البوتاجاز كده، احسن واسرع يعني. بس انا عملت شوية دول، والباقي لفيته في كيسته وعينته تاني في الفريزر. بس شلت الباقي بقى في الفريزر، بعمل بيه حاجة تانية، جلاش، رقاق، اي حاجة. بس دي عجينة الجلاش انا بجيبها على طول حلوة قوي. بحب اجيبها طازة يعني، احسن من اللي بتبقى في السوبر ماركت. هنا بقى هحمر وهحمصها كده زي ما بنعمل عيش الفتة كده. حطيت عليها زيت، وهحمصها بقى. لو شفتي الفيديو ده، لو انت بتشوفيني دلوقتي، متنسيش تحطي لي لايك، وما تنسيش تجربي ام علي دي، لازم تجربيها. وما تنسيش برضو تيجي تقولي رأيك فيها بعد ما تجربيها. حاجة حلوة وسهلة وبسيطة، ما بتتكلفش كتير يعني، مش حوار بقى وهتجيبي حاجات كتيرة، لا، هي ما فيش حاجة.
هو شويه جلاش باقيين عندك، انت ممكن اصلا تكوني بتعملي جلاش باللحمه او اي نوع جلاش ويبقى عندك شويه باقيين، فانت تعمليهم كده. جبت هنا بقى البولات ديت. طقم البولات ده حلو قوي، بحبه وشيك وعسل وبيدخل الفرن وميكروويف وكل حاجه. بستخدمه في حاجات كتير قوي كمان، بستخدمه صوصات، بستخدمه على الفطار، بحط فيه جبن، بحط فيه مخللات، حلو قوي. لو لسه يعني بتجهزي وكده وعروسه، جيبي الطقم ده وعلى ضمانتي. بس شوفي مكان نضيف تجيبي منه. انا كنت جايبه ده اونلاين بس كان جاي من السعوديه. مش عارفه ايه الحاجه اللي بتبقى جايه من خارج مصر، مش عارفه، بس انا بحسها احلى، انا بحسها انضف، بعتز بيها عن الحاجه اللي بتبقى مصنوعه هنا. مع ان احنا عندنا هنا برضو حاجات حلوه وكويسه، بس هي بتبقى يعني، انا معتقده كده وخلاص، هي الفكره في دماغي كده، والحاجه اللي انا بجيبها من بره بحسها احلى. هو الطقم ده 4 بس. بيتهيألي فيه طقم تاني بيبقى 6، بس حلو قوي. حطيت بقى الرقاق او الجلاش اللي انا حمرته هنا كده في البولات ديت. بالشكل ده كده. وطبعا انا كنت غاليه اللبن، جبت هنا زبيب، اي بقى نوع مكسرات عندك، اي نوع عايز تحط، عايز تحط سوداني، جوز الهند، زبيب، لوز، اي نوع مكسرات. ده اللي كان موجود عندي دلوقتي، الزبيب وجوز الهند. حطيت شويه زبيب كده وحطيت جوز الهند. بصوا الموضوع مش مستاهل يعني، مش محتاج حاجه، مش افتكاسه يعني، اي حاجه عندك حطيها. وكمان ممكن تعملي يعني كتري او تعمليه في صينيه تانية او اي صينيه تانية، يبقى شكلها حلو برضو. وتقطعيها حتت كده، بتتقطع معاكي حتت زي قطع كده زي كيكه عادي. هنا بقى كنت غاليه اللبن، هحليه. حطيت كده، جبت الكوبايه وحط سكر وحلي اللبن. اللبن ده بخيره وبقشطته يعني، لبن طازه. تحط هنا بقى السكر، حطي بقى السكر على حسب رغبتك انتي. انا حطيت السكر ده لان انا بحبها عدبه، يعني لو انت عايزاها مسكره كتري، انا بحب الحاجه عدبه شويه. هنا بقى هحط ظرف فانيليا. الفانيليا دي يا جماعه فظيعه جدا. لو شفتيها يعني وانت بتجيبي حاجه لازم تجيبيها، لو عايزه فانيليا كويسه. الفانيليا ريحتها جميله، انا بحط منها على النسكافيه، بحط منها على كل الحلويات، ريحتها حلوه قوي. حطيت منها كده نص باكت على اللبن والسكر، وبدات احليهم بقى، وهسقي الجلاش اللي انا حطيته ده، هسقيه باللبن. طبعا انت بقى بتبقي شايفه قدامك، هو المفروض اللبن يا دوبك بس كده ايه، يبقى يغطيها او مش يغطيها قوي، يبقى ناقص شويه، لان هي لما تدخل الفرن بتشرب اللبن ده كله وبتعمل وش كده، تبقى شكلها حلو. عندك بقى قشطه، حطي معلقه قشطه على الوش، بتبقى خطيره، بتوديها في حته تانية. بس انا ما كانش عندي قشطه الصراحه، وانا هحط حته سمنه على الوش بس كده وخلاص. انت لو عندك قشطه حطي، لو عندك سمنه بلدي حطي. انا حطيت سمنه بلدي على الوش كده، الريحه بقى بتلاقيها قلب الشقه اصلا وقلب البيت كله. ولو عندك قشطه حطي شويه قشطه على الوش. هنا بقى كنت بحط السمنه. طبعا في قرآن شغال وانا خايفه اصلا الفيديو ياخد كوبي رايت، فانا وحظي بقى مش عارفه. هنا حطيت السمنه كده، وهنا بقى شغل الفرن وحطيتهم فين، حطيتهم في الفرن. بتحطيهم مثلا من 10 دقايق ل 15 دقيقه.
بتشغل الفرن من فوق ومن تحت عادي عشان ياخدوا وش ويغلوا كده والطعم بيندمج مع بعضه. بقى في الرز طبعا سمك مقلي ورز فغسلت الرز هنا وعلقت عليه كده. اما بيطلع بقى انا بغسله واحطه كده، وما بيطلع بحط عليه سمنه بلدي. وهنا كنت بوريكم بقى الجمال اللي في الفرن ده. وهي في الفرن كده قلت اقلي السمك، انا كنت مولعه على الرز بيتردد. قليت بقى السمك كده في زيت، حطيته في دقيق وبشيله من الدقيق احطه في الزيت. السمك ده حلو قوي وبنحبه قوي عندنا هنا في البيت. شايفين وشها لونه حلو قوي. دي الصينيه بتاع الفرن كده، حطيت عليها الفوطه وهطلع بقى ايه، هنطلع البولات اللي في الفرن دي. ما شاء الله بجد بيبقى ريحتها قلب الشقه وطعمها حلو قوي، شكلها كمان حلو. يعني لو انت جايلك ضيوف ولا حاجه وعايزه حاجه سريعه اعملها لهم، سريعه وشياكه وبصي طعمها حلو. جربيها وقولي لي. انا قاعده بسجل لكم الصوت على الفيديو دلوقتي وخلصت كل حاجه، وقاعده دلوقتي قلت اسجل لكم كده الصوت عشان انزل الفيديو.